مكة صوت الزمان. هذه قصيدة مؤثرة للشاعر العراقي يحيى السماوي الذي غاب عن مكة المكرمة 20 عاما، وعندما رأى أنوار منائرها فاض قلبه بدموع فرحته عبر هذه القصيدة. قف يا ابن دجلة لاح نور قبابها، فامسك فؤادك قد يفر لبابها، وأطل سجودك يا ابن دجلة شاكرا، وانثر على جرحيك من أعشابها، واغسل بماء الذكر ثغرك، ربما بالأمس كنت خطبت غير خطابها. أوصى بها الرحمن فهي عظيمة، من غيرها الرحمن قد أوصى بها. لو لم تكن خير البلاد على الثرى، ما كان بيت الله فوق ترابها، ولما اصطفاه الله قبلة خلقه، ولما سعى الساعون نحو ركابها، ولما اصطفى خير البرية مرسلا بالحق والتوحيد من أعرابها، النسك والإيمان من أفيائها، والحسن والإحسان من أطيابها، فكأنما صوت الزمان وثغره، وكأن زمزمها زلال رضابها. لو يوضع البيت العتيق بكفة، والأرض في الأخرى لأعدلها بها. لو يوضع البيت العتيق بكفة، والأرض في الأخرى لأعدلها بها. جمع الزمان جميعه فإذا به يجثو خشوع القلب في محرابها. منها هنا مر الأمين، ومن هنا أسرى وفاض العدل من خطابها. حمدا لك اللهم أن أبصرتني درب الحجاز، فكنت من أنسابها. خلق النهار كصبحها متألقا، والليل داج مثل كون حجابها. ما زال يخترق الفضاء بلالها، هرم الزمان ولم تزل بشبابها. 20 عاما ما اغتسلت من اللظى، واليوم أبردني عظيم شرابها. أهلي من ازدانوا بنور فضائها، وأحبتي في الله من أحبابها. وطني عزيز والأعز من الثرى ديني، فما روحي بغير كتابها. فوحق من خلق الخليقة واستوى، حلمي يكون القلب عتبة بابها. فوحق من خلق الخليقة واستوى، حلمي يكون القلب عتبة بابها. فاغسل فؤادك يا شريد بمائها، فاغسل فؤادك يا شريد بمائها. أو شح ماء فاغتسل بترابها.